إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا هو درسنا العاشر عباد الله من دروسنا التي عنوانها الحقيقة الغائبة. ونحن اليوم مع حقيقة أخرى غائبة ولعلها تأتي في ترتيب هذه الحقائق على رأسها وعلى قمتها، لأنها حقيقة غائبة متصلة بدين المرء وبعمود إسلامه وبأعظم ركن من أركان إيمانه بعد الشهادتين. فهذا حديث عن الصلاة وعن حقيقة الصلاة الغائبة. وقد يسأل بعضكم: ما بال هذا الرجل يحدثنا عن الصلاة ونحن ها هنا مصلون ونحن ها هنا راكعون؟ ماذا يحدثنا هذا الرجل وماذا يريد أن يقول لنا؟ ألم يكن من الأولى والأقدر أن يوجه حديثه إلى طائفة لا تركع لله ركعتان أو لا تسجد له سجدة؟ فماذا يحدث هذا الرجل المصلين؟ بماذا يحدثهم وفي ماذا يكلمهم؟ ونحن ها هنا للصلاة اجتمعنا لها أفرادا وجماعات وجلسنا هكذا ننتظر تلك الصلاة. إن كنا قد جئنا لخطبة فإن أول ما أخرجنا هي تلك الصلاة. وما أقول لكم وأسأل سؤالا عباد الله، وهو سؤال يسأل: هل نحن نصلي عباد الله؟ فإن كانت الإجابة نعم فهي إجابة للأداء لا للإقامة. قد نكون مصلين بمعنى أننا نؤدي، أما أن نكون مصلين بمعنى أننا نقيمها فهذا كلام ينبغي أن نقف ونتوقف عنده مليا. ولذلك قال إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وإبراهيم يقول: اجعلني مقيم الصلاة. كيف يقول إبراهيم
إبراهيم هذا؟ إذن فقليل من الناس من يقيم الصلاة، وإلا لما دعا إبراهيم بهذه الدعوة: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. نعم هم قليل أولئك الذين يصدق عليهم أنهم يقيمون الصلاة. ومن هنا كان حديثنا اليوم عن الحقائق الغائبة حول إقامة الصلاة وحول أدائها. وأول ما ألقيه عليكم من حقائق أمة الإسلام: إن صلاتك لا تبدأ من حيث تكبيرة الإحرام، وهذا خطأ شائع. لا تحسب أن صلاتك تبدأ من حيث النية، ولا تحسب أن صلاتك تبدأ من حيث أنك وقفت في صف الصلاة وقال لك الإمام استقم. إنما صلاتك بدأت من قبل ذلك بكثير. بدأت من حيث وقفت عند الماء تريد وضوءا، وقفت من حيث انتويت الوضوء وبدأت في غسل أعضاء بدنك وأعضاء وضوئك. الصلاة بدأت من هنا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، نصف صلاتك في وضوئك. فنحن نعلم هذه الحقيقة، وإن كنا نعلمها فأين نحن منها تطبيقا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا مصليا، نعم مصليا، فلما نظر وجد لمعة في قدمه كأثر الدرهم، فاته من الوضوء بقدر أثر الدرهم، فاته من إسباغ وضوئه بقدر أثر الدرهم في قدمه، ومع ذلك يقول له: ارجع فأعد وضوءك وصلاتك. هكذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم. فضاعت صلاته لما ضاع وضوءه، ولو كان ضياع وضوئه في أن جزءا من أعضاء وضوئه لم تمسه الماء، ولو كان هذا الجزء بقدر أثر الدرهم فسدت صلاته كلها وضاعت. إذا صلاتنا تبدأ من حيث يبدأ وضوء المرء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ذات مرة، فكان يقرأ بسورة الروم فلبست عليه القراءة، مع أنه الرسول الذي قال الله له: إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمع القرآن في صدرك، وإن علينا قرآنه، ولبست عليه القراءة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حفظ الله عليه ذاكرته وعقله وقلبه. فلما وقف بالصلاة لبست عليه القراءة، فإذا به يستدير لهم بعد الصلاة فيقول: ما بال أقوام لا يحسنون الوضوء فلبسوا علينا القراءة. فلما كان أحدهم لا يحسن وضوءه إذا بالقراءة قد لبست على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا بصلاة الجميع، صلاة الجميع تأثرت. فكيف بمن لم يحسن وضوء نفسه؟ كيف بصلاته هو؟ إذا كان من فساد الوضوء وإذا كان من عدم إحسانه ما أثر على صلاة الجميع وما لبس القراءة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف عباد الله، كيف عباد الله بصلاة أحدنا ما لم يحسن وضوءا وما لم يسبغه، إذا كان قد بلغ من أثر ذلك على الإمام وعلى المأمومين وعلى القراءة؟ هذا ما ينبغي أن نعلم جميعا. ولذا قالها عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور. هذا هو مفتاح الصلاة الطهور أيها الناس، الوضوء. إذن صلاتنا تبدأ من حيث يبدأ وضوءنا، هذا ما ينبغي أن نعلم. ومن هنا ينبغي للمرء أن يرجع